ما كاش كيفاش النهار الاول وما ديريش البسطيلات المسانيه. تبعي معايا الوصفه، جيم وابوني وكومونتير ما تنساش ابوني. دونك نبداو في الوصفه. عندنا لا كوكوط نديرو السمن والزيت مع البولي. ديري البلون بولي صدر الدجاج مع الفخذ باه ما تجيكش البسطيله ناشفه. عندك التوابل الكركم الثوم التوابل الدجاج والفلفل الكحل والملح، قليهم بيان مع بعض كامل على نار تكون هاديه بلا ما تمرقي. والبصل كي ديريه في الاشواخ يخليه على هذا الشكل وقليهم كامل بيان حتى كي تقلى. ديري كاس ما برك ما تكثريش باسكو ما نحتاجوش تمرق بزاف. هنا كي يوجد لك هكا البصل معلك، ديري حبات 4 حبات بيض افقسيهم عليها على نار هاديه، تبداي تخلطي حتى ينشف لك المزيج. لازم ينشف 100%. جيبي الديول تاعك، انا ننصحك بالديول تاع الدار ماشي تاع برا باسكو علاش يجيو يابسين. ديري هنايا الزيت والزبده مع الكركم وبداي بينسي كامل، بداي كامل ديريهم على الديول وديري كيما الطريقه. تبعي هذه الطريقه تاعي ومن بعد ديري لافاغ الطبقه الاولى. انا هنا درتها سكري صالي، يعني الوصفه الاصليه تاع البسطيله التلمسانيه. درت هنايا لافاغ تاع البصل مع البيض. ومن بعد انك زدت الطبقه الثانيه انه فتت الدجاج هذاك، فتته كامل فتته بيدي، حطيته طبقه ثانيه. والطبقه الثالثه انه جبت قليت اللوز، قليته في الزيت يكون بارد ومن بعد رحيته. كي ترحيه ديري له 2 مغارف سكر غلاس وزيديه لميه بالمزهر حتى يولي بهذا القوام. ومن بعد حطيه كامل على كطبقه ثالثه من البسطيله. وهنا غلقي البسطيله تاعك، هنايا غلقيها كامل وانتي راك ديري في الزيت والزبده ولا السمن والزبده، السمن ولا الزيت مع بعض. بديت ابليكي كامل ومن بعد زيدي باهي تديري ديكور شباب. زيدي ورقه تاع ديول ولا ورقه تاع البسطيله، ديريها باه يولي لك لا فورم هنايا الوجه تاعها املس ويكون وجه شباب على جال الديكوراسيون. هنايا رانا مسخنين الفرن على درجه من الفوق للتحت، وديه دخليه في الفرن على درجه من الفوق للتحت حتى كي يحمر لك عاودي نحيه. وراكي وجدتي ابن والذ بسطيلات المسانيه على الشريعه. هنايا ديري سكر غلاس من الفوق وديري بيض السمان وحطيها. بصحتكم، صحه فطوركم.